مذكره لارسالها للجنه الانضباط بخصوص الاحداث التي صاحبت مباراه الاهلي الاخيره من هتافات يعني ضد نادي الزمالك والتعرض لشيكابالا وحاجات زي كده، اللي احنا نتمنى ان الملاعب تخلو منها، على اساس ان احنا عايزين نسعد بيوم مباراه ومقبلين على مباراه مهمه جدا بيننا وبين الاهلي، مش عارفين ايه اللي هيحصل فينا من تبادل وحاجات دي واحداث، ربنا يعني يسترها. لازم احنا نساعد على تهدئه الامور كلها في كل الجوانب، يعني بلاش الاثارات دي، بلاش الحاجات دي كلها، لان دول اولادنا برضه لازم نخاف على مستقبلهم، ومش ممكن هنصل للامر ان احنا نتعارك بصوره بذيئه او نستهزئ بالناس او نستهزئ بالنادي. لا يمكن ان اسمح لاي حد هنا يقدر يتكلم كلمه مش كويسه على اي لعيب او على اي حد في النادي الاهلي. صحيح. طب خلينا جلال بيه، لان حضرتك رجل جلست امام ميزان العدل. أيوة. علشان نصل برضو للامور، نحاول بمشاركه حضرتك والقيادات اللي موجوده في الناديين ان احنا نعدي الفتره دي بامان وسلام. اكيد جمهور الاهلي مخطئ 100%، لكن الا ترى ايضا ان كان هناك تجاوزا من جانب جمهور الزمالك وتحديدا شيكابالا؟ انا بتكلم ما بنكرش تمام كده، مش بخص النادي الاهلي لوحده. أيوة. انا بقول جمهور الناديين. ليه؟ جمهور الناديين. انا طلبت كده ان تكون في دراسه اجتماعيه لهذا الموضوع، وتحاول هذه الدراسه ان تعلن عن خطه معينه وتحقيق امال ومعالجه الاخطاء وكل الحاجات دي كلها، لان احنا عايزين نخاف على اولادنا سواء كان زملكاوي او اهلاوي. يعني حضرتك دلوقتي لما هتبعت المذكره، حضرتك بتشكو فيها جمهور الاهلي لجنه الانضباط لاتخاذ قرار ما، ولا حضرتك احنا بتقول؟ مش بدنا نقول له اتخذ قرار ما ولا حاجه، احنا بس بنقول له على الاحداث اللي واجبت المباراه، لان احنا برضو في الاونه الاخيره كان في برضو تسجيل لجماهير الزمالك وشكوى وخصومات، واديك شفت اللي حصل في مباراه كره السله في اسكندريه او اللي حصل في اي وقت، يعني دي لازم ان احنا عايزين نضع لها حد سواء من هنا او من هنا. نعم. كده بقول انا بركز على الناس اللي هم الاخصائيين الاجتماعيين لدراسه هذا الموضوع دراسه وافيه، دي ممكن يقعد ياخد فيها ماجستير. ده اللي انا عايز اقوله يا جلال بيه، يعني ده اللي انا عايز اقوله، ان احنا نركز في اللي حضرتك بتقوله، ان احنا ندرس هذه الظاهره ونتحدث فيها ونشوف نصل الى ايه. انا بتصور بعد اذن حضرتك وجهه نظري المتواضعه، يعني حضرتك معايا؟ معاك حضرتك. يعني النهارده جمهور الزمالك تناول جماهير الاهلي. انا بتكلم ده ليه؟ عشان كل وهو بيتفرج علينا دلوقتي يشعر بطمأنينة الحوار وامانه الحوار. بقياده شيكابالا على ارضيه الملعب تم توجيه الفاظ غير مقبوله لجمهور الاهلي، كان وضعه طبيعي ان اداره الاهلي تبعت للجنه الانضباط. حضرتك لك كل الحق ان جمهور الاهلي تناول الزمالك، وبالتالي من حق حضرتك 100% تبعت. اما وانه لم يحدث من جانب اداره الاهلي هذا الامر، ما تيجي نعلنها من هذه اللحظه مبادره يا جلال بيه؟ اصل هقول لحضرتك حاجه برضو. اتفضل. من شيكابالا او ما كان يعني الناس قالوا انه حدث من شيكابالا، ده برضه نتيجه الانفعالات اللي فيها شيكابالا من طريقه الاسفاف بشخصه وعائلته وانتمائه لنادي الزمالك. يعني شيكابالا مش راح كده مره واحده مندفع او عايز يقصد الاهانه للاهلي ولا حاجه. تمام، انا متفق مع حضرتك. نفسيه صعبه جدا بالنسبه للالفاظ والعبارات والاهانات اللي وجهها له جمهور الاهلي. يعني مش عايزين نحاسب شيكابالا على انه صدر منه، يبقى بالتالي لو صدر من ناحيه ثانيه لا، شيكابالا لم يتحرك في هذا التصرف الا نتيجه الدفوع النفسيه اللي اوضعوا فيه جماهير الاهلي. موافقك 100%. واحنا هنا لما بنتكلم شيكابالا انه حصل منه حاجه. لا، وانا بتكلم يا جلال بيه، انا لا اتناول شيكابالا كشيكابالا، انا بتناول الجمهور. لا، ربما شيكابالا كنجم كبير لما يقف على التراك قدام الجمهور بيحرك الجماهير، دي جماهير بتحبه واحنا بنحبه لانه نجم كبير ويعتبر الافضل دلوقتي كرويا في مصر او نمره واحد. برضه انسان يا مدحت بيه، انسان. انا موافقك. انا بتكلم بقى على الجمهور، انا بتكلم حضرتك على الجمهور، انا بتكلم حضرتك على الجمهور هنا والجمهور. انت رضيت اللي اتحصل في الجمهور بتاعنا المره اللي فاتت؟ اطلاقا، انا لا يرضيني اطلاقا. رفعوا الحاجات اللي ما يجب الا ترفع والحاجات دي كلها. انا موافق حضرتك، انا موافق حضرتك. الاجراءات اللي اتعملت بعد كده، ايه الاجراءات؟ وبعدين في منهم اعضاء في النادي الاهلي، يعني في منهم اعضاء وشخصيات في جامعات اجنبيه وشخصيات محترمه، ومش عايز اقول لك اسم فلان وفلان. انا مع حضرتك. تكون البادره موجوده. طيب ما تيجي نفكر يا جلال بيه ان احنا نطلق في هذه اللحظه بادره كرم. انا
هقول لحضرتك يا مدحت بيه، اتفضل. هذه البادره تيجي برضه من شخصيه زي حضرتك وشخصيه الفضائيات كلها، ها، وبلاش نعمل مقارنه ما بين الاهلي والزمالك، وندعو الناس الى المحبه والتآخي ده اللي احنا بنعمله، ده اللي احنا يا ريت، بنعمله. ما هو انا عايز الكل بقى مش انت بس. لا والكل بيعمله والله. يعني عايزين الكل يكون يعمل هذا الامر. اكيد الكل بيعمله يا جلال بيه، اكيد. انا يمكن مش متابع، لكن من المؤكد ان الكل بيعمله 100%. انت لا شوف شيكابالا بتناولوه ازاي يا مدحت بيه، وانت عارف المباراه دي. عايز اقول لحضرتك حاجه، اسوء الامور. عايز اقول لحضرتك حاجه يا جلال بيه. شيكابالا نجم لا يتكرر في الكره المصريه. ماشي. واي واحد يتناوله، انا عمري ما شفت حد تناول شيكابالا، لانه شيكابالا اكبر من اي حد يتناوله كنجم كوره. واحنا دورنا كناس تربويين ان احنا نحاول نرشده بشكل او باخر لعقليه احترافيه، لان هو يليق بيه يلعب في احسن حته في الدنيا. بالظبط كده، بالظبط. والقادم بالنسبه لنا يا جلال بيه، احنا بنتكلم بقى الناس الكبار زي حضرتك استاذنا واستاذ الكل، ان احنا بنطلق صرخه انسانيه من خلال حضرتك دلوقتي للجميع، جمهور زمالك قبل جمهور اهلي، وجمهور اهلي قبل جمهور زمالك، ونحقن الدماء في هذه اللحظه، ونقول ان نادي الزمالك سيحتفظ هذه المره بشكواه في الادراج، ونفس الوضع النادي الاهلي، وان احنا نامل مع بعض ونشتغل مع بعض الفتره الجايه على موائمه اكتر بين الجماهير يا جلال بيه. والله انا متفق مع حضرتك يعني، واتمنى ان احنا ننجح فيها. خلاص انا متفق بالكامل يعني. يعني حضرتك تتفق. احنا كنا زمان نحضر المباراه عشان خاطر نقضي وقت جميل وسعيد. بالظبط. اولادنا الستات دلوقتي ما تقدرش تيجي المباراه من سماع الالفاظ اللي هي بتسمع. عندك كل الحق، عندك كل الحق. يعني نعلن ان شاء الله كده قاعدين مع بعض، وانا متجه لهذه النيه وبعلنها ان احنا كلنا لازم يكون في وقفه مع الخروج ضد الخروج عن الشرعيه. خلاص، ونحتفظ بشكوانا في ادراجنا هذه المره يا جلال بيه. هي مش شكوى عشان خاطر عقاب حد، هي تسجيل واقع. الواقع الناس كلها شافوها. أنا شايف إن في كل مره مثلا نادي الزمالك 10,000، نادي الزمالك 20,000، نادي الزمالك مش عارف ايه. طب يعني الامور دي ايه بس؟ لا، والنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، واحنا قلنا ده كتير. مش اللي بيتعمل على الزمالك يعني. ما تيجي تصير شيكابالا ينفعل، يبقى شيكابالا هو اللي غلطان. لا، هو شيكابالا بقى لازم حضرتك، واكيد حضرتك بتعمل ده ان شاء الله. في اي موضوعات مهمه في المجلس النهارده يا جلال بيه؟ لا كلها نواحي ماليه واداريه، مفيش اي حاجه. اشكرك يا جلال بيه، شكرا جزيلا.